السلام عليكم حبيباتي. بغيت نشارك معكم واحد الروتين خفيف، غير لقطات من الروتين. الاخوات اللي كيقول لي علاش ما ديرش روتين ديال كل نهار ديال كيفاش توجدي الطابله الرمضانيه والفطور ديالك وهذا، راه الصراحه راه صعيب، راه ما يمكنش. وانا من النوع اللي ما عنديش خاطر هكا باش نخدم ونصور وهادشي. المهم غادي نبدا معكم زعما اول لقطات وصافي. كيف شفتوا اول حاجه بديت بها هي البغرير. راني وجدت البغرير ولكن ما يمكنش نصور كامل، راه الليل يلاه وصافي. المهم داكشي اللي كياخذ الوقت هو الاولاني بديت به. بسم الله في نفس النهار، يعني من الزوج في الكوزينه حتى المغرب. وجدت البغرير كيف شفتوا، درت لها كيش حتى هي، حيت هي كتاخذ حتى هي الوقت في الفران. الحاجه اللي واخا يمكن لينا تبرد ونعاودو نسخنوها هي الاولى صبقت. لا كيش ديجا كل هاد الوصفات اللي كاينين هنا ديجا حاطاهم في القناه. لا كيش عاديه ديال البصل والصدر الدجاج اللي هي كتعجبني والمعدنوس حطيتها طيب. الحسوه كيف كتشوفوا حسوه ديال البلبوله ديال الشعير كطيب حتى هي بالملحه والكمون وزيت العود. هنا عندي شويه الكفتات العدن ضفت لها المليحه البزار كيف شفتوا. سكينجبير كيعجبني مع هذا، والزيت وخليتها تشحر. راني راه غير بيد وحده نقول لكم زعما اشنو درت. اما راه صعيب صراحه باش تصور من الاول حتى الاخر حاجه، يعني كياخذ لك نفس الوقت كياخذ لك التصوير. صافي كيف شفتوا كيعجبني انا هذا اللون ديال لاكيش كيجي محمر، حطيتها ترتاح. غادي ندوز هنا نعجن البيتزا. صراحه عجينه البيتزا كتجي غزاله ما فيهاش شي حاجه كثيره، غير الدقيق الابيض، الخميرات كيف شفتوا، شويه الزعتر، شويه الملحه، الابزار، شويه زيت البلديه والماء دافي غنجمعها به. صراحه كتجي غزاله. كندلك شوي وكندلك وانا كنرخيها ماشي كندقس العجينه. صافي كنخليها ترتاح. كيف كتشوفوا انا كنقرصها بالقمح. بعد دابا درت القمح مغربل، اما كنديرو بنخالته كيعجبني. صافي قسمتها على جوج، بغيت ندير جوج متوسطات. سرحتها في اللاطه هكايا ودهنتها بصوص طوماط كيف معروف. انا صراحه لا صوص كتعجبني الصوبه، غير اللي ضيق الوقت ولينا كناخذ هاد الجاهزه بزاف. غادي ندير لها هكايا شرائح ديال الفلفله والبصله وندخلها طيب. ما نديرش الطون والفرماج وداك الشيء باش ديك الفلفله والبصله طيب شويه ما تبقاش كتغزز. ندوز للثانيه حتى هي نفس الطريقه. طريقة الخدمة اللي شنو اللي بغيت نقول لكم، راه ماشي ساهل يعني. راه باش تخدمي وتصوري راه خاص يكون عندك مصور خاص او لا مصوره. ان شاء الله من القدام علاش لا. حاليا غير وحديتي. كيف شفتوا بالاولى خرجتها من بعد ما طرخات لي الفلفله والبصله. كيف شفتوا كنضيف ليها الطون. كلكم تعمروا باللي بغيتوا. صافي الفرماج عادي هكا كنقتصد على الفرماج لقيته تقاضى ما بقاش عندي الوقت باش غادي نحك نجبد الكره ونبدا نحك. الله يا ربي، الله اللي قال الحبيب، الله يا ربي. صافي درت ليها هكا بعض القطع ديال الزيتون غير للتزيين ونرجع يذوب ليها الفرماج ديالها. صراحه كتجي خفيفه هشيشه لذيذه، يعني راه مقادير ساهله ولكن غير الطريقه باش كتعجن. كنكونوا كندلكوها وكنرخيوها في نفس الوقت، ماشي ندقسوا العجينه ونبداو ندخلوا ليها الماء. الثانيه حتى هي خرجتها ضفت ليها بعد شويه ديال لي شامبينيو كيف كتشوفوا، ولا دانت فيمي هكايا صدر الدجاج المبخر او المتبخر ولا هكا. الصراحه كيجي زوين، عجبني من نهار درتها بيه، عجبني وليت كنديرها. صافي ونفرق عليها كيف كتشوفوا فرماج والزعتر ضروري. ندخلها حتى هي تحمر. يا سلام يا سلام، صراحه خفيفه ظريفات على القلب. هنا شويه راني طولت التصوير فيه. كيف كتشوف راه كتقطع بواحد السهوله. انا نبان لكم بحال كنورك، انا غير كيزلق لي الطبسيل مع طاوله العمل ملصه كيزلق لي مع داك الشيء كنبان بحال كنورك. اما هي راه كيدوز فيها القطاع بواحد السهوله وكتجي رطبه. ما يمكنش لي نعد وانا صايمه يا رب الله. المهم تيقوني هنا شنو كندير، هنا كندير فلو كراميل في الفران حتى هو يطيب. حتى هو يلاه يبرد الليل. درتو في الفران ديال الغاز تحمر من الفوق. كيف شفتوا انا صراحه كيعجبني محمر، ما كنبغي مع فيه البيض كنبغيه يطيب مزيان. صافي خليتهم بردوا شويه وغنقلبهم. هذا السحور ولكن اللي حيدناه تحيد فاش كتنوض راه كتنوض. كيف قلت لكم راه ماشي ساهل، والله ماشي ساهل باش تصور كل شيء بالتفاصيل من طق حتى السلام عليكم كيف كنقولوا. راه كيضيع عليك الوقت بزاف وماشي ساهل تبقى دير يدك هنا ويدك هنا. وحنا راه معروف الشغالات ديال الكوزينه كيفاش كتكون، راه لا اله الا الله. يعني لو بغيت تصور راه خاصك تجمع وتقاد وهذا. هنا ندير الحريره حتى هي كدور. انا عاد كنطيبها وكنقسمها هكايا، عاد كندور فيها
راح سوا وحريره باش اللي ما بغاش هادي يبغي هادي. كفيتها من بعد ما تشحرات، ضفت ليها شويه ديال الفرماج غنعمر بها شي بطيبيطات. طفيت عليها البوطه، عاد لحت فيها هكا الخس مقطع باش ما يتحرقش لي. جات عماره زوينه بالكفته وفرماج والخس هكا يخضر. صافي غنقسمها على هاد البطيبيطات حالة. انا من النوع اللي كتعجبني الطابله ديال رمضان الصراحه تكون عامره، الله يسمح لي ماشي التبذير صراحه ما كنلوحش، ولكن عزيز عليا نشوف طابله عامره، وعزيز عليا نبقى في الكوزينه بزاف صراحه. كيعجبني نبقى في رمضان، كتعجبني الكوزينه، كتعجبني لا ديما، ولكن بالاخص رمضان كنلقى فيها واحد الحلاوه. كنسكت وندخل، يعني ضروري العشيه ندخل الكوزينه، ولا بالاخص الا ما كانوا عندي شي حوايج اللي ما كياخذوش الوقت موجودين، كندخل بعدا من نصلي العصر حتى المغرب ضروري وقفه حلوه تنسالي. هادو هما التحضيرات الاولاني بعدا وجدتهم بالطيبيطات. البيتزا وجدات، لا كيش حتى هي بردات. باقي عندي البغرير خاصني ندهنو، نقسمو على جوج، ندهن بالزبده والعسل وبالزيت. هذا بلاطو تا هو اللي موجداه. ستوب حدنا هنا، الى اللقاء.